حاولت مرة تمسح شعور وجع أو شعور قلق كأنك بتدوس على زرار وعايزه يختفي، بس للأسف ما لقيتش الحل. كلنا في لحظات معينة نتمنى ندوس على زرار ونخلي الوجع يختفي، القلق، الحزن، الخوف، الوحدة، كل ده نتمنى نلغيه كأنه مش موجود. بس دكتور جولي بتقول عكس ده تماما. المشاعر مش علشان نهرب منها، المشاعر المفروض نفهمها. لما نحاول نهرب من الألم يتحول لوجع في جسمك، وتحس ساعات انك لا قادر تنام، تحس ساعات انك متوتر، وتحس ساعات انك قلقان. العقل مش عايز يعاقبك، هو بس بيحاول يحميك. دكتور جولي في كتابها Why has nobody told me this before ادت لنا 4 خطوات عملية عشان نعرف نتعامل مع مشاعرنا من غير ما نغرق فيها. أول حاجة، سمي إحساسك بوضوح. أنا حزين، أنا قلقان، أنا زعلان. تاني خطوة، جسمك أول مكان هيمسك فيه الألم، فتعلم تتنفس بالراحة عشان تهدى. تالت خطوة، بدل ما تقول مش عايز أحس كده، جرب تقول أنا دلوقتي حاسس كده وده طبيعي. رابع خطوة، غالبا مشاعرنا بتتأثر بالقصص اللي بنقولها لنفسنا، فاسأل نفسك هل الفكرة دي حقيقية ولا مجرد تخمين ولا مجرد خوف؟ المشاعر مش محتاجين إنها تختفي من حياتنا، لكنها محتاجة وعي ورعاية. لما تبطل تحارب الإحساس هيبدأ يهدى لوحده، ومع الخطوات دي هتتعلم تركب الموج بدل ما يغرقك. الخوف، الإحساس اللي بيجمدك مكانك، يخليك تتراجع أو تأجل أو تهرب. الخوف بيجي بألف شكل، بس هو احنا بنخاف من ايه؟ بنخاف من الفشل، بنخاف من الرفض، بنخاف من التغيير، بنخاف من المسؤولية. دكتور جولي في كتابها Why has nobody told me this before بتقول الخوف مش حاجة لازم نمسحها من حياتنا، الخوف محتاجين نسمعه، نفهمه، ونصاحبه. هو ده ينفع يا دكتور جولي؟ العقل معمول علشان يحميك، فلما بيحس ان في خطر حتى لو مش حقيقي يبتدي يشغل انذار الخوف. تسمع قلبك يدق بسرعة ونفسك يعلى وجسمك كله في حالة استعداد. لكن الحقيقة معظم الأخطار دي مش تهديد حقيقي، دي أفكار وسيناريوهات واحتمالات. دكتور جولي بتقول احنا ساعات بنتعامل مع الخوف كأنه أسد في أوضة مقفولة، بس لما نفتح الباب نكتشف ان ظل صغير على الحيطة. وساعات بنغذي القلق بإيدينا واحنا فاكرين اننا بنحمي نفسنا. نهرب من الخوف فنخليه يسكن جوانا اكتر. دكتور جولي بتلفت نظرنا لحاجة مهمة. اوقات القلق ما بيكبرش من موقف، بيكبر من عادات بسيطة بنعملها من غير قصد، زي الهروب. كل مرة بتهرب من اللي بيقلقك بتقول لعقلك أيوة دي حاجة خطيرة، فالعقل يتعلم إن الخوف ده حقيقي ويبدأ يديك نفس الإشارة كل مرة. يعني كل مرة تهرب بتقوي الوحش مش بتهزمه. تاني حاجة، التحليل الزايد عن اللزوم. وإحنا أساتذة، كنت فاكرة إني بفك العقدة، بس كل ما زود التفكير الخيط بيتعقد أكتر. عارف لما تفضل تعيد وتزيد في نفس الفكرة، ليه قلت كده؟ الكلمة دي هتزعلهم، أصحابي هيسيبوني، هبقى لوحدي. طب كنت ممكن أتصرف غير كده. طب مديري فكر فيها إزاي؟ ده هيأثر على الترقية بتاعتي. الوجع اللي جالي ممكن يكون مرض خطير، وممكن ألاقي نفسي محتاجة أقعد في البيت. انت فاكر نفسك المحلل الاستراتيجي والخبير الاكتواري. دكتور جولي بتقولك ان التفكير الزايد ده مش وعي، ده انت وقعت في الفخ يا صديقي، فخ القلق، لانك بتغوص في دوامة من لو يمكن. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ده في الحديث اللي قال فيه احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو بتفتح عمل الشيطان، والشيطان ما هيصدق يلاقيك فريسة سهلة. يعني باختصار كده سيب الماضي وتحرك لقدام، لأن لو مش هترجع حاجة بس هتسرق راحتك. تالت خطوة،
إني أحاول أسيطر على كل حاجة. أوقات بنفتكر إننا لما بنسيطر أكتر بنطمن أكتر، بس الحقيقة إننا بنحبس نفسنا جوه القلق. دكتور جولي بتقول إن التصرفات دي اسمها سلوكيات الأمان، safety behaviors. تصرفات بنفتكر إنها بتحمينا لكن هي بتأيدنا من غير ما نحس. والسلوكيات دي بتختلف من شخص للتاني. حد يخاف من الغلط فيراجع كل حاجة 10 مرات، حد يخاف من التجاهل فيسأل دايما انت زعلان مني، حد يخاف من المواقف الاجتماعية فيتجنبها تماما. من بره شكلها وعي وحرص، من جوه رسالة للعقل أنا في خطر. النتيجة العقل يصدقك والقلق يثبت أكتر، فتفضل محبوس في دايرة الطمأنينة المؤقتة اللي عمرها ما بتطمنك بجد. ودايرة القلق يا صديقي بتبدأ بفكرة صغيرة، لكن كل ما تديها انتباه هتكبر العقل يفتكر انها مهمة ويبتدي يعيدها عليك مرارا وتكرارا، وتدخل الدايرة اللي مش بتقف. الحل مش انك توقف التفكير، ده مستحيل. الحل انك تغير طريقتك في التعامل مع الفكرة. ودكتور جولي اقترحت علينا خطوات تساعدنا في ده. اول حاجة، لاحظ الفكرة من غير ما تحكم عليها، وقول لنفسك دي فكرة قلق مش حقيقة. مجرد انك بتسمي الفكرة كأنك بتفصلها عنك، واختبرها بالعقل مش بالإحساس. اسأل نفسك فين الدليل ان ده هيحصل، ولا دي مجرد قصة في دماغي؟ رقم 3، ارجع لهنا والآن، اللحظة دي. القلق دايما بيعيش في بكرة مش في دلوقتي. اتنفس بالراحة، لاحظ اللي حواليك وحس بالأرض اللي تحتك. رابع خطوة، اتقبل ان القلق مش لازم يختفي. القلق مش هتمسحه، لكن المهم انك تبقى قادر تتعايش معاه من غير ما يسيطر عليك. القلق مش عدوك، القلق نظام انذار بس شغال زيادة شوية. كل ما هتتعامل مع أفكارك بوعي وهدوء، العقل هيتعلم إن مش كل فكرة لازم أضرب لها جرس إنذار. كل مرة هتوقف نفسك وتقول دي فكرة بس، العقل هيبدأ يهدى. وكل مرة هتلاحظ خوفك من غير ما تهرب، هتكتشف إنك أقوى منه. سلوك الأمان بيقولك خليك هنا، الدنيا خطر، لكن الحقيقة الخطر مش في اللي بره، الخطر في إنك تفضل محبوس جوه خوفك. افتح الباب وبص الأسد اللي كنت فاكر جوه الأوضة، هتكتشف إنه مجرد ظل صغير على الحيطة. الكتاب بيقول إن المشكلة مش في إننا نقلق، لكن في إننا نصدق كل فكرة قلق ونتعامل معاها كأنها حقيقة مش احتمال.